بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنناقش معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية أو منحنى معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية. في منحنى المعايرة يختلف بشكل كبير شكل منحنى المعايرة عن حمض قوي بقاعدة قوية. نلاحظ أنه مثلا في منحنى معايرة الحمض الضعيف قيمة البي اتش لما تبدأ ما بتبدأ عند الواحد مثل الحمض القوي، لا بتكون أعلى، يعني ما بين تقريبا الاثنين والأربعة، يعني تقريبا عند ثلاثة. طيب فنلاحظ في هذه الحالة إنه القيمة تبدأ أكبر، وهذا دلالة إنه الحامض أضعف من الحمض القوي. يعني أنا مثلا في المنحنى الخاص بالحمض القوي والقاعدة القوية يلي أخذناه في المحاضرة السابقة كان عبارة عن حامض HCl. الآن أنا مثلا على سبيل المثال عندي حمض الخليج، فحيبدأ عند pH 3 تقريبا، يبدأ يتزايد تدريجيا حتى يصل إلى نقطة التكافؤ. بس بنلاحظ كمان نقطة التكافؤ أتغير موقعها. كانت في الحمض القوي مثلا عند pH 7، هذه نقطة التكافؤ، لكن الآن مع حامض ضعيف وقاعدة قوية لا، انتقلت نقطة التكافؤ إلى ما بين الثمانية والعشرة. يعني صحيح إنها ما وصلت لتسعة، بس إنها أعلى كمان من الثمانية. طيب، بالطبع اختيار الدليل المناسب تبع لإيه؟ تبع لقيمة نقطة التكافؤ عند البي اتش. هذه عملية جدا مهمة. وبرضه بنلاحظ إنه دليل الفينولفيثالين هنا مناسب جدا في هذا المجال، لأنه أساسا بيتغير أو الرينج تبعه لما بيتغير من 8.2 إلى 10، يعني بيعمل بشكل جيد. طيب نيجي بالنسبة للموضوع اللي هو كيف نحسب أو كيف نجري حسابات في هذا الجزء باستخدام نقطة التكافؤ. طيب، أو كيف نحسب تركيز، أو كيف نحسب الرقم الهيدروجيني باستخدام نقطة عند نقطة التكافؤ لما نعاير حامض ضعيف بقاعدة قوية. على سبيل المثال لو إني بضطر إني أشوف كده الشريحة هذه مثلا. عندنا التدريب التالي، في هذا التدريب بيقول احسب قيمة البي اتش، خلينا نكتبه كده. بيقول احسب بي اتش طيب للمحلول عند نقطة التكافؤ. إذا هنا حدد عند نقطة التكافؤ. طيب، وقد سبق اتفقنا إنه نقطة التكافؤ اللي يكون فيها عدد مولات الحمض يساوي عدد مولات القاعدة عند معايرة 25 ملي. طيب، من حمض النياسين من حمض النياسين طيب، بتركيز 1/10 مولر مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH. هذه قاعدة قوية وهذا حامض ضعيف. طيب، طبعا مع هيدروكسيد الصوديوم 25 ملي منه بتركيز 1/10 برضو مولار. أوكي، علما إنه KA of نياسين للحامض يساوي 1.4 في 10 أس ناقص 5، زي ما تعودنا في معايرة الحمض القوي والقاعدة القوية. طيب، نحسب عدد مولات الحمض. طيب، ويفترض بما إنها عند نقطة التكافؤ فلازم ننتبه لأنه لما نحسب عدد مولات الحمض مثلا هنا عندي 25 ملي مع تركيزه، هي نفسها حتكون للقاعدة. يعني أنا خلاص ما أرجع أحسب للقاعدة، لا، هي نفسها تبعت الحمض هي نفسها. ليه؟ لأنه هو قال عندنا نقطة التكافؤ. إذا حابدأ أحسب N of نياسين اللي هو الأسيد، يعني خلينا نقول له الإيه الأسيد أو نسميه بالأسيد، يساوي طبعا هو عبارة عن الحجم في التركيز بالمولارية. التركيز عبارة عن 1/10. بالنسبة للحجم 25 على 1000، ما ننسى. طيب، يساوي لما نحسبها كده تقريبا بتطلع لي 25 من 10,000 تقريبا. أوكي، طلعنا كده عدد المولات، ونقول كده يساوي أيضا عدد مولات NaOH. طيب، هذه الخطوة الأولى. ليه؟ لأننا وصلنا عند نقطة التكافؤ. طيب، الخطوة الثانية نحسب V توتال، يعني الحجم الكلي. طب الحجم الكلي عبارة عن إيش؟ عبارة عن V4 أسيد
بلس في فور ذا بيس. إذا حجم الحمض زائد حجم، يعني عندي 25 زائد 25 يعني حيساوي 50 ملي على 1000، حيصير عندي 5 من 100 لتر. 5 من 100 لتر. حشوف ليه هنحتاجها في إيش. طيب الخطوة الثالثة نحسب تركيز الإيه اللي هو دحين حمض النياسين. لما نعايره بهيدروكسيد الصوديوم إيش راح يعطيني؟ هيعطيني نياسينات الصوديوم. النياسينات هذه خلاص، يعني أنا عندي مثلا هذا HA، النياسينات هذه هي إيش راح يحصل لها في الماء؟ راح تتميع. إذا في H2O خلاص حتتميع. طيب هي حتكتسب بروتون، هترجع تعطيني حامض ضعيف النياسين، ويتبقى أيون الهيدروكسيد. علشان كده حيكون تأثير النياسينات الناتجة، الملح الناتج حيكون تأثيره قاعدي. عشان كده نقطة التكافؤ حتكون فوق 8 المفروض. طيب حنكتب كده تركيز النياسين عبارة عن، شفتوا عدد المولات اللي حسبناها خلاص. التركيز هنا عبارة عن إيه؟ عدد المولات على الحجم باللتر. عدد المولات هذا للحمض اللي هو نفسه عدد المولات للقاعدة، هو هذا عبارة عن عدد مولات النياسين. أوكي. طيب إذا عدد مولات الحمض خلاص اللي هي نفسها عدد مولات القاعدة هي نفسها عدد مولات النياسين. طيب حنشوف كده اللي هي عندي 0.025. طيب على اللي هي الحجم 5 من 100. 5 من 100 يساوي، لما نحسبها كده تقريبا بتطلع لي 5 من 100 مولر. أوكي الخطوة اللي بعدها 4 نحسب كي بي. طيب كي بي عبارة عن إيه؟ في علاقة تربط بين كي دبليو وكي اي وكي بي. كي بي تساوي 1 في 10 أس ناقص 14، هذه قيمة كي دبليو. وكي اي اللي هي معطيني إياها هنا، هحطها هنا في المقام 1.4 في 10 أس ناقص 5. أوكي. حعوض طبعا وأعمل عمليات القسمة، فأحصل على 7.14 في 10 أس ناقص 10. هذه الخطوة رقم 4. أوكي. طيب أنا مو قبل شوية قلت إنه النياسينات، نياسينات الصوديوم، الشق الحمضي بيتميع ويعطيني الحامض الضعيف وأيونات الهيدروكسيل. مو طبيعي إنه أيونات الهيدروكسيل هي تركيزها خلاص، تركيزها بيساوي تركيز أيونات عفوا بيساوي تركيز الحمض. في قاعدة سبق إننا أخذناها بتقول لي نحن نستطيع حساب تركيز أيونات الهيدروكسيل من القانون التالي: الجذر التربيعي ل كي بي في سي او، حيث أن سي او هي عبارة أو سي خلاص، أو في سي الكونسنتريت لمين السي او هذه، عفوا لمين؟ لأيون النياسينات، 4 نياسينات. خلاص 4 نياسينات. طيب فراح أعوض عنها. إذا تركيز أيون الهيدروكسيل يساوي، أو بلاش هنا خلاص حرجع هنا، أنا بس كتبت هنا القانون، ممكن أرجع مرة تانية هنا. إذا 5 خلاص أقول كده تركيز أيون الهيدروكسيل يساوي الجذر التربيعي لمين؟ لكي بي في سي أوف نياسين، النياسين. يعني حيساوي الجذر التربيعي لكي بي اللي طلعناها دي اللي هي 7.14 في 10 أس ناقص 4 في تركيز النياسين اللي هو هذا 5 من 100 في 5 من 100. طيب وناخذ الجذر التربيعي ونطلع تركيز الهيدروكسيل اللي بيساوي لي 5.97 في 10 أس ناقص 6 مولر. أوكي. طلعت تركيز أيون الهيدروكسيل، أطلع منه POH اللي هو الرقم الهيدروكسيدي. إذا POH يساوي ناقص لوج تركيز OH، يعني ناقص لوج القيمة دي اللي حسبناها اللي هي 5.97 في 10 أس ناقص 6. طيب يساوي، خلاص أبدأ أحسب هنا. طيب فلما أحسبها حيطلع لي
يعني تقريبا POH 5.22. طيب آخر شيء هو إيش بيقول؟ احسب ال pH. So pH عبارة عن 14 ناقص القيمة هذه. طيب POH يعني 14 ناقص 5.22 بتساوي لي 8.7. إذا هذه هي قيمة pH المطلوبة. إذا باختصار هنحسب عدد مولات الحمض الضعيف هي نفسها عدد مولات القاعدة. ليه؟ لأنه قال لي نقطة تكافؤ، وصلنا عند نقطة التكافؤ. نحسب الحجم الكلي للمحلول ونحوله للتر. نحسب أيون النياسينات. النياسينات هو نفسه عدد مولات الإيه؟ الحامض الضعيف، يعتبر هو نفسه تركيز أو عدد مولات القاعدة المرافقة. طيب اللي هو النياسينات يساوي عدد مولات النياسينات حيساوي لي عدد مولات مين؟ عدد مولات الحامض الضعيف. طيب وخلاص أقسم على حجم المحلول باللتر، أحسب كي بي بمعلومية كي اي وكي دبليو، أجيب تركيز ال OH من هذا القانون، هذا مو جديد علينا، سبق إننا أخذناه. طيب أحسب الأس الهيدروكسيلي أو الرقم الهيدروكسيلي، ومنه أحسب ال pH. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.